الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة، اليوم حول خلق كذلك من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم سنتكلم، وهذا هو خلق الشجاعة. الشجاعة تعلمون ضده الخوف والجبن. رجل شجاع أي ليس جبانا أي لا يخاف، وهذا الشجاعة له أنواع وأشكال. سنتكلم كيف اجتمع جميع أطراف الشجاعة في الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تظنوا بأن الشجاعة هو فقط أن تخرج إلى المحاربة وتقتل الناس ولا تخاف منه أو يقتلوك، ليس معنى هذا، له أشكال أخرى كله يطلق عليه الشجاعة. برایت عزیز ایرو امسا بحث اخلاق کیج اخلاق پیغمبر خوب بکن علیه الصلاة والسلام، او اخلاق پیغمبر جی میرانی کردید بجن میرخاص. شجاعت شجاع کلمه عربیه بکرمانجید بجن میرخاصه، یعنی یکی بیترسه. حتی کرد ماج یکی کپر میر بجرات بجن چار گرچکی وی هنه. نورمال هر انسان کی ده گرچکی وی هنه، گرچک کلیانه یعنی اوی کپر میر و چار حبن. اوجی محقق 40 میلیون یکن. بلکه چهار نبجزویه نزانم، فقط نوا کرده ده مشهور ادویم والله ماشاءالله چهار گرچکی یعنی قط ناترسه. جه صفته که پیغمبر جی میرخاصی، اف جسارت، اف جامرتی و ظلامتی هانه، اف صفته هانه جی براستی صفته که پرفره، یعنی نقطه کابتن ناک. وقت ما گم میر جامر یا جی میرخاص، نه او معناوی که همه سلحا خود که دست خود درتی او خلقی لحفت خون سریع بدشکن او بتن نا او جی راسته، لی شکل دنج هنه که هم بجن میرخاصی میرانی چند شکلی هنه تف وانا علامت میرانی انسان. امی بحثا وانا تفكن ان شاء الله. طبعا الشجاعة كانت لها مكانة عظيمة بين الناس او بين الرجال حينما كان الرجل رجلا، ولكن اليوم تغير القيم. اصبح أشجع الناس الذي لا يتكلم ويسكت، نقول هذا رجل شجاع. مع الأسف الشديد الآن الشجاعة لا يساوي شيئا، ولكن في السابق الناس كانوا يحترمون الرجل الشجاع، يقول أنت رجل شجاع نحترم شجاعتك. أما اليوم الذي هو شجاع الناس يقول هذا مجنون، لماذا تلقي نفسك إلى التل؟ خلي جالس في البيت وخلاص لا تعمل شيء. ولكن حينما كان الناس أو كان الرجال رجالا، الشجاعة كانت لها مكانة كبيرة بين الناس. فحينما نتكلم عن الشجاعة نتكلم حينما كان للناس قيم ومبادئ والناس يحترمون القيم والصفات الجميلة، نتكلم عن هذا الوقت، وليس وقت الذي أصبح فيه الشجاعة عيبا ونقصا والخوف أصبح ذكاء، ليس عن هذا. حينما كان القيم قيما نتكلم عن هذا. میرانی دما کم بجه میرانی جی قصدم چه میرانیه؟ میرانیه وقتی که پرد کرد، زمانی که میرانی پر فایده هبو، یعنی میر قیمت میره هبو، انسان جامر انسان میرخاص قیمت بون. فقط زمان پیش دا چو معلسف زمان خرابو، آنم کتنه زمانی که انسان که میرخاص ملت جراد بجه که معاقل چما خود دید اهلی که چه سری خودشی نشغال مالا قرونه کی چه کریه براوها بکن ما قیبوتا مشکله، یعنی معلسف دما کم میرانی ابنش بی زمان خراب راد بجن. دما که میرانی بود، دما که ظلام بون، دما که انسان بمیر قدر و قیمت وان هبون. حتی بره انسان نیاره هبون جید گو والله نیاره منی اما ظلامه، یعنی تو میره کی از حرمت بی میرانیه تدم جامری تو میرخاصی حرمت میرخاصیه دگرت دگوت میرخاصه کی از دست خود درجه تناکم، یعنی حتی شر بکرانه دگو بلات میرخاصی از بخاینتی در بکل تناغم از خوازم روبرو التخم لورت ظلامه، یعنی عیبش ترى عیبه که از فی شکلی در بک خاینتی التخم. اما مع الاسف ایرو دنی اویک میرخاص هجرات بجن عاقله تکیمه تچما سریخ دیشینی تچما خبردی ام بحثا في زمان خراب ناکن دما کو قیمتا میرانی هبو ام بحثا ويتكن. طبعا الشجاعة كانت صفة وموجودة في جميع الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعلامة هذا الأنبياء كانوا يتكلمون ويعرضون دينهم وفكرهم على قومهم ويعلمون بأن كلهم ضدهم ولا يخافون من مواجهة.
الذي يواجه قوما بعقيدته وفكره بدون خوف وليس حوله أحد فهذا أشجع الناس. ترى جميع الأنبياء كانوا لوحدهم في ساحة المعركة ويتكلمون مع قومهم ويعلمون بأنهم سيتهموا بالجنون والكذب والسحر وأمور أخرى، ومع ذلك كانوا يتحملون كل ذلك لله عز وجل. يقول نتحمل لأننا ندعو إلى الله عز وجل، لا يهمنا ما يقوله الناس. ولكن الجبان يقول يا أخي كيف سأتكلم مع الناس وكلهم ضدي وهم يحترضون علي وسيقول هكذا، أحسن شيء لا أتكلم. ولكن الشجاع يقول لا يهمني ما يقوله الناس بل أنا سأتكلم ويتكلم. فهذا الصفة كان شيئا موجودا عند جميع الأنبياء والمرسلين. طبعا ميراني تشتكي جمتبكي بيخنبرها هبوه بيجي زانبن كما في كلمة بيجن لو رارتشيك بيخنبرن دنوا ملتك إذا هاتن كتكس كي خوي باوريا والنبو، يعني حضرتي نوح بقرة حتى حضرتي محمد عليه الصلاة والسلام دما كد هاتن ملت نخوي إيمانه هني إيمانه وانتنبو اف پیغمبر دهات مراد گو خدا مشاندیه از پیغمبر ویمه از هات مدینه خودش برا بشم او اوانا وات سکنین حساب که تکسه کشته یقین نکه ترابی تشتکی کناکه و عقل وی ملت تجوان را بشی لو را عقل و نما اوان انسان دور بونه. پیغمبر وقتی گو خدا مشاندیه گو کا خدا اوان ابن خدای موانانه کا خدای تبرا وکینو که یعنی تشتی غریب و عجیب گوتن. ولكن دیگه هوای اف پیغمبر رابون فكرة خو دين خو جملات را قوتن أبي علامات ميرانية دما كنت نترسي جملات را فكرة خو بيجي دين خو بيجي ولو قش لهمبرت دركة بنجي نترسي علاماتي كنت ظلامك مازني پیغمبر عليه الصلاة والسلام أبي تشتياني تذكر راقو بارا خبر دا علاماتك وانا براستي ميرن يعني تبكي پیغمبر ميربون. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم شجاعته كان موجودا وهو صغير كما تعلمون قرأتم سيرته بأنه كان صغيرا ولكن يرعى الغنم لأهل المكة في الجبال. الخائف الذي هو جبان الذي لم يتعلم الشجاعة ولا يوجد عنده صفة الشجاعة يخاف أن يخرج لخارج يبقى لوحده، ولكن الراعي كما تعلمون يبقى لوحده ربما ساعات طويلة في الصحراء وليس عنده أحد. قد يأتي حيوان مفترس، قد يأتي عدو، قد يأتي رجل مسلح، ولكن إذا رأيت رجلا أو طفلا وهو لوحده في الصحراء فهو شجاع. والرسول كان صغيرا وهو يرعى الغنم لأهل مكة، فهذا علامة على شجاعته وهو صغير. الذي هو شجاعا وهو صغير يعلم بأنه حينما يكبر سيكون أشجع، لن يخاف حينما يكبر لأنه شجاع وهو صغير، فإذا كبر سيزداد شجاعته. الشجاعة في صغر يأتي من الفطرة، وحينما يكبر خلاص يتعلم الإنسان وبعقله يكون شجاعا بعدما يكون فطريا. پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام بچوك بو مير بولو بچوك ياخد نترسيا بعد طبعا بلكي هم بيجن اي وكاي بچوك مير ناترسن برن راسته بچوك بو شواني تكر شواني وزانن چن اوي چن بر حيوانه شوانن بچوك بو 10 سال بو 11 سال بو 12 سال بو بلكي ده بچوكتر بو شواني جملت خراد كر. شواني الجيكي وكا مكي دوان چياي هانه دا كو انسان تنن او بلكي حيوان كي هبه بلكي ظالمه كي هبه بلكي دزه كي هبه بلكي ظلامه كي مازن هبه تبچوك بالچولي بالنظا وان انسان ده هاري وري علامتك تظلامي يعني تبتن الچولي بسكني بلكي تبشف مني بلكي سرس بزوهري حتى انه ده شبيت الدرب مني دما كو ظلامه كي وهبه علامتك ظلامه ناطرسه يعني. طبعا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بچوكيا خدا خودي في طبيعته هانبو ونترسيا انسان كش بچوكيا خدا ترس الجميتنا بدما كمازن دبه ده ظلام دبه لو را تشتكي ام بجن فطري دخيناوي ده هي ليكم مازن دبه جارك هادي زياده دبه گشت دبه وكنا شاخكه كبچوچك داتيني اوت اوي ددي كي اوج مازن دبه شجاعت الجمان هي بچوكي فطريه لدما كمازن دبه ايجاد به تشتكي داخوازا احتياجوان بيوستيوان جهه وعاقل جوان ادبي جرد تظلام بيدي ظلامتي وان زياده دبه. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو صغير كذلك شارك مع اعمامه في حرب من حروب الذي خاضها اهل مكه، حرب الفجار كما يقول او الفجار ربما يكون كلمه صحيحه فجار،
حصل بين قريش وغيره. النبي شارك مع أعمامه في الحرب، فهذا علامة الشجاعة. إذا عمرك 15 سنة أو 18 أو 14 سنة وأنت تحضر الكبار معهم في الحرب وتشارك معهم، ربما تعطيهم سهم، تعطيهم الماء، تعطيهم الخبز، تساعدهم في أمر من الأمور، وأنت ترى السيام أو السيوف يبرق والناس يقتلون ويجرحون وأنت لا تهرب، فأنت إذا رجل شجاع. فالرسول صلى الله عليه وسلم له كذلك أمر مثل هذا، وهو شارك أهله في حرب من حروب الشجاع واسمه حرب الفجار. پیغمبر مدها وقت زاروک بوجی تقریبا عمری 15 سال بود، تیسا دگل مام خو دگل قوم خو بشدار یعنی شریک حرب کی بو، حرب کی نابر قریشی و اینکه قبیله دنه دا چه بو. زاروک کی عمری 15 سال به، زاروک ما انا 20 سال و 25 سال اجا نظلامن، یعنی اجا نظلامن، اجا نظام لهرن توالت دوری حضوره و یعنی اجا وی وقت 15 ساله 15 ساله دگل ظلامه دگل مام خو چه حربه دگل وان آلیکاریا وان که شور یکیت نه به شور دوان تیرو که وان تیر زانه چنه تیرات ده دسته وان فردا بازده و ده بازده ده حرب ده شر بری داجی شر روبروبو آوا انسان لهفت قص روبروبو وی شر هانه ده تبو خوازی نخوازی تی خوینه جه بدینی تیجه کرنا سریا بدینی تیجه کرنا دست و ملا بدینی. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم وان تشتات بدید او خوشی علامات الظلامتي وعلامات الشجاعة علامة ميرانية. ربي علامة أو ذاتي هانج ظلامة كي مازن شكر بو. طبعا كذلك من علامة شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشارك جميع الأنبياء، أعلن دعوته إلى التوحيد بين قومه وهم مشركون وملحدون لا يؤمنون بالله، فأعلن الدعوة بينهم، وكان يعلم بأنهم سيعترضون عليه ويقولون أمورا كثيرة، ولكن الشجاع الذي يؤمن بقضيته ودعوته لا يخاف من أحد فيظهر قضيته ودعوته حتى يدعو الناس إلى لا يكتفي بالكلام فقط، بل يجادل ويناقش ويقول هذا رأيي، تعالوا أنا أدعوكم للمناظرة وللمجادلة وللكلام، من يأتي فليأتي يجادلني على فكرتي وعلى قضيتي وعلى ديني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن في قومه هذا، فهذا كذلك من علامة الشجاعة. كثير من الناس لديهم أفكار صحيحة ولكن يخافوا من مواجهة الناس لا يتكلمون. هذا الكلام الصحيح الذي عنده أو الفكرة الصحيحة لا ينفع، فما دام صاحبه خائف ولا يحب أن يظهر فكرة فإذا هو رجل جبان يخاف من اعتراض الناس واعتراضاتهم والتعليقات عليه، ليس رجلا شجاعا. تشتكي دي پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام که دعوا خو قوم خورا آشکرا کر، پیغمبر دی جوا کرن، لأن پیغمبر که ام بیجن دعواوی کش که ام امتاوینه ام حیاتای بتفصیلاتی دزانن. شخص کی بو برای ویتنن باوی ویتنه زاروک هجاب چوکن قیزن ایو که نجی فکره کی رب عالم دینه کی جراشاندیه گوته درکه بی دینه با ملت بیشی درکت بیترس جملت را گو خادم با پیغمبر شاندیه ایکو گو دروات کی ایکو دویت پوش ببه اویکو حقارت لیکن خلاص يعني برخدانه کی کر دعوا خوش ملت را گو ابي علامت ظلامتیه. قال لك انسان هنا دوی زمان مداد تاریخ داجی فكره وان هبيه فكره وان راست بيه لسر حقيقه بونه ولكن ترسا خبر ندان اگو تاس خبر ده ای سرهم بشه ای تشتاك جمرا بيجن ای مش في گنده درخن ای مش كاري مدرخن ای جمرا تجارتهم خراب به ور حاصل بشكل كي جهين كي تشتا ترسيانه حقيقه نگوتنه. اما تماشات کی پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام هر تشتی دانی بو برچعب خو ولكن رابو فکر خو جوارا گو خدام پیغمبر جوارا شاندیه بری هر کسی ما موی ابو لهب جرا گوای دویت پوچ ببه کلمه عربی تبا لك تب معنا بدویت پوچ ببه یعنی وی تشتی هانی گوجرا ما من بره باب مروا یعنی حساب که دیگه لوی هوای پیغمبر دین خوش ملت را گو یعنی ابدا پاش و نکشیا بفی شکل هانی دين خو جملات راغو. طبعا هناك مسائل حصل مع النبي من علامة شجاعته الكتب يذكرون. فالنبي في المكة وهو يعارض يحترض يتكلم يدعو الناس وأصبح الحرب علنا وقائد الكفر أبا جهل يحارب النبي دائما فيأتي رجل غريب له تجارة مع أبا جهل وأبو جهل
وضع يده على مال يقول لا أعطيك. فهذا الرجل يأتي إلى ساحة الحرم، ساحة المكة الكعبة: يا قريش، يا أهل بيت الله، يا ناس، من يساعدني؟ الفلان لا يعطيني حقي، أخذ مالي لا يعطيني. رجل تاجر. فالمشرك قريش يقول: اذهب إلى محمد إنه بإمكاني أن يأخذ حقك منه. غايتهم أن يرسلوا النبي إليه، وأبو جهل سيقوم بسب النبي وشتمه وإهانته. غايتهم هذا هو. يذهب إلى النبي يقول: أرسلوني إليك يقول بأنك تستطيع أن تأخذ حقي منه. يقول: نعم، تعال نذهب. يذهب إلى بيت أبي جهل، يدق الباب. من؟ يقول: أنا محمد. يأتي مباشرة: ماذا تريد؟ أعطي هذا حقه. يقول: دقيقة أنا أجيب حقه، خلاص دقيقة. يذهب يعطي حقه، يقول: مع السلامة. الرجل يأتي ويقول: بارك الله فيكم، بعثتموني مع الرجل فهو رجل. أخذ حقي مباشرة بلا نقاش ولا كلام ولا شيء. خلاص انتهى الأمر. فبعد قليل يأتي أبا جهل، فالناس يقول: يا أبا الحكم، ماذا حصل؟ بعثنا محمد إليك حتى تشتمه وتسبه وتضحك عليه، يعني ماذا حصل؟ غايتنا أن نرسله إليك وأنت تقوم بإهانته. يقول: والله حينما دق الباب دخل الخوف في قلبي، بدأت أخاف. فتحت الباب، هناك جمل أحمر فتح فمه وهكذا على رأسه، معجزة من الله عز وجل. يقول: حين قال أعطي، لو قلت لا لمد فمه وقطع رأسي، يعني فخوفا مني أنا أعطيته. خلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخاف من احتراضاته ومن سبهم ومن شتمهم، وذهب إلى ألد الأعداء، وكان الله في عونه. فأرسل جبريل معه فلم يقل شيئا وأعطاه حقه، فعاد النبي معززا مكرما، وعاد أبا جهل إلى قومه مفضوحا مخذولا. هذا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بين قومه يعين رجلا غريبا مقابل أكبر أعدائه من المشركين. پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام کومیرانیا و یا مکه بحث مسئله که بکن کومیر بو جنیار خونات ترسیا دعوا خود گو یک ملت کی خریبی کن نج مکه تاجر تجارت به ملت مکه را کریاتین که حیوان خود تشتاد های ابو جهل جی ناوی دوتن ابو الحکم ناوی ابو جهل پیغمبر مسلمان اگو باب جهالته یعنی ابو جهل دست دای سرمالی دبی از نادم پیکاربون دنیای کرد و هاد بند پیکاربونه یعنی از دکار مال تندم انادم تظلمی ورج ما بسطینه وکا ایرو یعنی وکا ظلمو نحقیا ایرو اویکو خادی قوت مال خلق جوان دستینن اب ظلام جدنا را چارتنا تیل بر کعبه دک قیرینیه قالوا انسانا قیقتنا لیکاریان بکی از بندستم حق بنادن من مشرکی لوی کافر لوی جبونه کواکینوی بچوک بکن جرات بجن ده هر یک هنا به محمد او برد قال تورجم ابو جهل و اپریتا جبستینه هدف بانا چیه کو پیغمبر هرجم ابو جهل جی وزمان خودریش که و حقارت الپیغمبر کده ابراهیم شخم پی بکنن یعنی وكنا بيجن بيقالتا بكن ياريا بكن پیغمبر چو ابياج كينيا وها و ورداوي دا وكا بيجن متستا بچوكر ابيا چا پیغمبر دينات به تام از دگلتته پیغمبر چل دريد خ كابراد به او كيه دبي از فلان كسم به سر چاوا دريبت كد به كرم كد چت خوازي دبي حقي بي ظلام بده كد به سر چاوا مز انا حقيقتينم در حال حقيقتي كد به بزبر هره ترستنا خبردانتنا كشكي تشتكي نكردن يا خرا نبو ابي ظلام دبي والله اشوم جامعه باش مالا محمد آباد دبي محمد قال من هاتو بريم صند ودامن مالا وابا مالا ويجي ابا نفس حتى در باس به ابو جهل تي وانا دبي ابو الحكم تشك ما ظلام اشترى شان جبونه محمد رزيل بكي حاشات خبردان جرا بيجي تشتي خراب جرا بيجي تهم به خبردان تبريده كي مساله تشبو يعني ما دخلت تشتكي بين سريوي تشتكي جينا دبي قد خبر ندن والله دمك محمد شوال دري خس ترسكت زكي من استرسيام من دري فكرش كنا ده ترسيام دبكي دبي خو فكرول سسري واسك ناندي وبره دبي حيوان مازنن يا دبي عادس من مالا مرفا خراتن دبي انا مازن دبي خو فكر بكم من بقوت انا السري ممكن انا دبي خو اشترسا خو والله مداكي فعمدكن كو پیغمبر عليه الصلاه والسلام هاتيه باراستن مقصد ما چیه پیغمبر لهمبر وی نیاری پیس یکی وکه ابو جهل کو زو پیغمبر ندخواستی بدین لورا به ادب بو زمان درش بو به ادب و اخلاقی تنبو لیوانا ویشان پیغمبر جنت ترسیا گو از هرم کاچت کبراب کدی ظلام بدینم یعنی او قصا کو ظلام کی شجاعت او مرخصی پر بو پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام
طبعا شجاعة النبي في الحروب لا توصف. الله عز وجل بعدما أمر المسلمين بالحرب والقتال قاتل في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مواجهة من يقاتل صلى الله عليه وسلم. وهناك كلام لسيدنا علي رضي الله عنه، ونحن حينما نتكلم عن سيدنا علي نعلم بأنه من أشرع الصحابة، شجاع جدا معروف بشجاعته. فيقول سيدنا علي: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أقرب إلى القوم منه. أي حينما يبدأ المحاربة ويقتل بعضنا بعضا يشتد الحرب، فكنا نحمي أنفسنا نكون خلف النبي. النبي يكون أقرب الناس إلى الأعداء. الشجاع هكذا يعمل، الخائف يجعل 50 واحد حوله يقول: احموني، اعملوا هكذا، أنا القائد سأبقى في الخلف أدير المعركة. ولكن الشجاع إذا احتاج الأمر يكون في المقدمة، وهو يكون أقرب الناس إلى العدو. حتى أحيانا كان النبي يشجع الصحابة ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا النبي وأنا ابن عبد المطلب، اعلموا هذا. أحيانا يجوز للإنسان أن يفتخر بأبيه وبجده إذا كان معروفا بالكرم وبالسخاء، يقول: أنا كذلك مثله وهكذا، حتى يطمئن الناس. عبد المطلب كان معروفا بشجاعته ورجل محترم يعني، فالنبي أحيانا كان يحتاج أن يذكر الناس بجده، لأن النبي جديد بينهم، فيقول: ذكروا جدي وأنا حفيده لا أخاف. فهذا من شجاعة النبي، كان أقرب الناس إلى العدو في المعركة. پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام ده حربه داشتی ان نزیکتری انسان بالعالی نیاردابو. تما كان بحث حربات كن مرخاصية صحابيات كن صحابية مرخاصاني كنا ناوى مدى حضرت علي يك جوان مرخاص اوه يعني مرخاص برن ليك جوان مرخاص يكون عسكري اوه مرخاص كتير اخو مرخاص بحضرت علي خدجه راضي بر دبي دما حربا ما گرم دبو اواكينو گرم چه دبو سريد فريان ورداوي دا ما خداوت پشتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ما خداوت پشتاوي نحتمي به ما خداوت پشتاوي ان نزيكي بالك نيارا و اول پیشمه بو امدوي بون ابي علامات ميرانيه يا سروكه كي الحرب دا قابا كو بني رهوالي تانغاي دا نكو هرب دا پیش شربكه اب علامات ميرانيه يعني جبهه عول دا خط عول دا بجم كرديد به سنگر عول خط عول دا پیغمبر وهب عليه الصلاة نترسيا ندخل دوران بسكن اواغريد تشكيل منها بها اسفر مهمم تمهيمي اما مهمتي جانت يخدي پیش خدای عز وجل چت کجی کفاویه او قصا مهم بو و جانا پیغمبر کلمه کی دگو از پیغمبرم شبهت داتنه از کره عبدالمطلبم یجبیر و نکن دماغ بابو با پیر انسان میربن با پیر انسان باوی انسان کالی انسان با پیر انسان میربن جارنا مرد کاره بوان سری خو بلند بکه از لایوی ماها اون با پیرم ناس که بنه نترسیا مثال ظلام بو دست فکری بو از لایوی ما قد نبیش نبیه که واکینویه رسول خدا علیه الصلاة والسلام زانبو عبدالمطلب ناس کری بو لی پیغمبرش عمری 45 بو باش نات بو ناس کرن عبدالمطلب عمری ماستر بو ناس کری بو دگو از لایوی ماهای وجهه با او چوا میر بو از ده میرترم يعني ابیاجی تشتکی پر مهمه گره ام زانبن پیغمبر ما ظلامکی و ساکینو بو. طبعا الشجاعة القسم الثاني الذي نتكلم ليس شجاعة الحرب الشجاعة الذي كذلك نحن نحتاج إليه أن تعترف بخطئك كذلك أن تقول للناس من له حق علي فليأتي ويأخذ حقه لا يدعي بأنه دائما يعمل ما هو صحيح فالنبي عليه الصلاة والسلام لا نقول بأنه أخطأ ولكن حتى يكون قدوة كان يقول للناس من تعديت عليه فليأتي وليأخذ حقه مني من شتمت فليأخذ حقه مني من له مال عندي فليأتي يواجه الناس بهذا الأمر. هل رأيت قائدا عظيما يقول لشعبه يا جماعة إذا تعديت عليكم تعالوا خذوا حقي تعالوا أو من أخذت ماله فليأخذ ماله مني. وفي معركة بدر كما تعلمون ضرب صحابيا على بطنه لأنه قد خرب الصف يعني فقال قد أوجعتني يا رسول الله قال تفضل خذ حقك مني يعني تفضل هذا العصا وضربه على بطني. أي قائد يفعل هذا؟ ولا أحد. هذا من الشجاعة الذي نقول نحن نحتاج إليه. أو أحيانا كان يقول فكرة في أمر من أمور الدنيا لا تظن بأن الرسول كان يخطئ في أمور الدين لا في أمور الدنيا مثلا نعمل خشب هكذا ولا هكذا
من هذا الجهة ولا من هذا الجهة، أمور الدنيا. فإذا كان يقول فكرة مثلا بدون أن يكون له خبرة، والصحابة يقول يا رسول الله هذا شيء أفضل، خلاص. وكانوا أولا يسألونه هل هذا رأيك أو رأي الله عز وجل أو وحي من الله أم فكرة طبيعية؟ لو قال هذا وحي من الله لا اعتراض، فهمه العقل، لم يفهم لا يهم، ولكن نقول سمعنا وأطعنا. ولكن إذا قال هذا فكري ورأيي، يقول لنا رأي آخر ما رأيك، فيقولون رأيهم لرسول الله وينزل رسول الله على رأيهم، كما حصل في معركة بدر حينما اختار النبي مكانا واختار الصحابي آخر مكانا آخر، فنزل الرسول على رأيه وقال هذا أفضل المكان. كذلك هذا من الشجاعة، ولن ترى قائدا يفعل مثل هذا. معظم القادة الدول يقول هذا منهجي وفكري هكذا، إذا كان خطأ 100% حتى 1000% لا يرجع عن كلامه. كيف أتنازل؟ كيف أتراجع؟ ليس من الشجاعة أن تعاند، ولكن من الشجاعة أن تعترف. يقول هناك فكرة أخرى، والرسول لذلك صلى الله عليه وسلم هناك مثل تأبير التمر يعني لأهل المدينة، فهو يقول صلى الله عليه وسلم إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإن كان شيئا من أمر دينكم فإلي. أمور الدين تعالوا إلي، ولكن أمر الدنيا خلاص ربما يكون لكم خبرة تجربة. فالحرية والشجاعة هكذا نراها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميراني كادن أم بيجن در حق أبي خنبر عليه الصلاة والسلام ميراني هردم آخر بين النبي بزان بن مع الأسف أم زمانك إذا نكتاد قلت ميراني ملات زند كميراني ضمانشية وكلاشكوفية وسلاح وكشتنة أبننا ميراني كادن هي الجمهور كاسيتنا كنتش هاشتي أخو قبول بكي تكيماني أخو قبول بيجي والله بلكي أشاش بم. طبعا پیغمبر ما حاشا عليه الصلاة والسلام شاش فهم نكن انا بجن پیغمبر نظام و جاهل بون حاشا او نا، فقط جانا اینکه مسئله دنیای داره گنم زراعت تشتکی اوج فکره کی جرات بجه. اگر صحابی کی بگوت یا رسول خدا اویا فکرت یا امر خدایه کو بگوت امر خدای احتراز تنه کو بگوت فکره منه دگو والله امش خواستن فکره قادیش ترا بجن. اگر کو فکره وان جه فکر پیغمبر پیلان وانج آوی خوشتر بونه پیغمبر آخو قبول دکشان ادگو تام برو کوابه ایرو مزناتی اوه مزناتی تکیمانی فکر آخو قبول بکی تبیجی والا دفرده بلکی اشاش بم فقط ایرو وقدیتی مزناکی ما تشتکلا بیجم مشاش کر گلو جماعتی والله مکیمانی کی کرد مگاز اواکینو هرم اشاش بو ازناکم ابدا یاجی کو بيجن قالوا انسان اگر مظلم حقي وكر بورن حقي خوش مبسطين پیغمبر عليه الصلاه والسلام كان جارات جامعه خداجي قالوا انسان من حقي وخاربه حقي خوش مبسطين مظلم وكر بورن حقي خوش مبسطين نيل بو اخرته از نكارم تشتكي بدموه علامات ميرانيه بيا ترابي ملات روب ساكنه تجوانا بيجن مكيمري ورجمنا بيجن يروش خن نام سروكي خد دينا نام رهبري خد دينا اونا کلمه کش دوی واندارته چه بکن راست کرنه ابدا شاشیتی حیات وانداتنه شاشیتی تنه. اما پیغمبر تماشات کی صلی الله علیه و سلم دگو جمرا بیجن و چند مسئله هنه دگو فکر من نراست بیه فکر و باشتر بیه و حدیث کاویه مشهورت به گلو انسانا مسئله دنیا ایدا ایشه و اون سربستن ایشه دنیا وش خد ها چه ترزانه ایشه دین و رجم سوال بکن اویاشی مزناتیکیه الجمهر انسانی پیدا نابه. ابي صفاتش در حق پیغمبر خدا بزان بن کو بنهرتا فکر کو گوتیه فکر دنیاوی نه آخرت نه ابي دینی کو فکر کا ده راست هبه دچو لسر فکر وانجي تسكني ابيش در حق پیغمبر ده بزان بن. والى هنا نكتفي بهذا القدر، فنرجو الله عز وجل ان نتعلم شيئا من سيره هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ونحترف بخطئنا اذا اخطانا ونقول للناس كلامي كان خطا وهذا راي صحيح. وحينما نقول الخطأ لا تظن بأن نقول أخطأ النبي، ولكن إنه كان قائدا وكان يعلم الصحابة ويقول أمور الدنيا ربما أقول ولكن ليس لدي تجربة ربما في أمر من الأمور، أمور الدنيا طبيعية يعني. حتى الصحابة كذلك يتعلموا ويتكلموا ويحترضوا ويبدوا آراءهم، ولكن لو كان الأمر هكذا خلاص دائما كلام من فم الرسول وهم سيسكتون. طيب إذا انتقل الرسول إلى رفيق الأعلى ماذا سنفعل؟ أمر جديد لا يوجد رسول بيننا خلاص نسكت ما نعرف شيء. فهذا كان عمل تطبيقي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة حتى يتعلموا. إن شاء الله نتعلم هذا الأمر.
ان شاء الله مش حياته پیغمبر جبیا فهم ببن كم خبر بدن فكره خوشي بيجن كيماني كي بجم كيماني اكو قبول بكن حاشا کس کی نابجه پیغمبر شاشتی کریه فقط تشتیکای پیغمبر درسه کی دامد گو یعنی جانا زانه بن هر تشتی و نزانن امر دین شکو پیغمبر دزانه لی مسئله دنیا تجربه و امتحان و چوندن هاتن احتمالك فكرك ده خوشه به پیغمبر جمانك انفير بمن وانتشتادقو ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.